مساء الخير عليكم. في فيديو النهارده هنتكلم عن الفنانة منة شلبي، وهنكشف لكم تفاصيل التحقيق معاها في تهمة حيازة المخدرات، وهنشوف أول رد من منة شلبي بعد القبض عليها. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. كشفت مصادر أمنية التفاصيل الكاملة لعملية القبض على الفنانة منة شلبي داخل مطار القاهرة الدولي أثناء عودتها من نيويورك، وبحوزتها 12 كيس من مخدر المرجونة وسيجارتين من نفس نوع المخدر وماكينة طحن مرجونة، وأفادت بحيازتها بقصد التعاطي. وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل وأسباب القبض على الفنانة منة شلبي بصالة رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وده أثناء عودتها من نيويورك. والتحقيقات الأولية أوضحت إنه أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش تم ضبط 12 كيس من نبات المرجونة المخدر بحوزتها، وتم تحرير محضر بالواقعة واختار الجهات المسؤولة. وكشفت التحقيقات إن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 كيس من نبات المرجونة المخدر وزن 90 جرام وكمية تانية وزن 16 جرام، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقع، وجاري التحقيق معاها. وأمرت الأجهزة الأمنية بالتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات. ودخلت الفنانة منة شلبي في حالة غضب هستيرية أثناء التحقيق معاها لرفضها ما حدث معها بالمطار بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات. وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها وضبطها بمطار القاهرة الدولي وهي عائدة من الخارج ومعاها مواد مخدرة، وتم تحرير محضر حول الواقعة، وده بعد دفعها غرامة مالية قدرها 50,000 جنيه. بس بعد ساعات من التحفظ عليها وانتشار خبر القبض عليها، قررت منة شلبي تفاجئ متابعيها وتقول لهم على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك: يا جماعة مفيش حاجة، ده كان مجرد سوء تفاهم. ومن هنا عرفنا ان الموضوع هيخلص زي ما خلص قبل كده مع شيرين ومع أصالة. فيديو النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا علشان يوصلك كل جديد على قناة الموسوعة الفنية.